المحتوى اللي انت بتعمله على السوشيال ميديا او بتعمله للبراند بتاعك ليه اكتر من زاويه بيتشاف فيها. الزوايا دي بتبقى متعلقه اكتر بالجمهور اللي انت بتتكلم معاه، لو انت متاكد مليون في الميه انك بتكلم التارجت اودينس بتاعك بشكل سليم. في الفيديو ده هشرح لك حاجه مهمه جدا جوه عالم صناعه المحتوى، وهي الاودينس فلتر وحاله المتلقي. اوقات واحنا بنعمل محتوى بيبقى كويس جدا، لكن لما بيروح للتارجت اودينس بتوعنا ما بيكونش فيه اكتيفيتي زي ما احنا متخيلين. فليه ده بيحصل؟ ده اللي انا هوريهولك النهارده. اول حاجه محتاجين ان احنا نركز عليها بشكل كويس جدا، وهي معنى الاودينس فلتر. الاودينس فلتر بكل بساطه انه كل متلقي انت بتقدم له المحتوى بتاعك هو عنده فلترز معينه بيشوف بيها المحتوى، سواء انت هنا بتستخدم بين بوينتس او بتستخدم ايموشنال فيلينجز او ايا كان التكنيك اللي انت بتستخدمه في الكونتنت بتاعك عشان يقدر يوصل في النهايه الى المتلقي. ولكن المتلقي اوقات هو اللي بيكون عنده المشكله الكبيره. طيب ليه؟ عشان احنا هنا عندنا 3 فلاتر. الثلاث فلاتر دول اللي احنا بنتعامل دايما بيهم جوه عالم صناعه المحتوى او جوه عالم الكونتنت كريشن. اول فلتر خاص بالجمهور هو الايموشنال فلتر. يعني ايه ايموشنال فلتر؟ يعني بكل بساطه انت عامل محتوى تحفه، محتوى كويس جدا، ولكن حاله الشخص اللي انت عامل عشانه المحتوى مش زي الفل. ده اختصار كبير جدا لحته الايموشنال. انت ممكن تكون بتتكلم على بين بوينت معينه، بتبيع برودكت مثلا ليه علاقه دريس انت لسه منزله جديد في الستور بتاعك، والدريس ده انت الكرييتيف اللي انت عاملها كلها حزن، كلها فرح وسعاده والشخص اللي انت بتقدم له الكرييتيف ده ممكن يكون عنده حزين، مكتئب، ايا كان من الايموشنال اللي هو يكون بيمر بيها. فهو مش هيقدر ان هو ينجيج معاك بشكل كويس، ومش هيقدر ان هو في الاخر ياخد الاكشن اللي انت عايزه ياخده في النهايه. فده بيأثر اوقات بشكل محترم على الانجيجمنت ريتس بلس الكونفرجن ريتس. فانت محتاج طول الوقت تفكر هنا في المتلقي باشكال كتير وبايموشنال تكنيكس تكون برضو كتير، بناء على فهمك الكويس جدا للتارجت اودينس بتاعك، وان انت ما يكونش بس الموضوع ان انت بتستخدم تريجر اور 2 تريجرز وبتدورهم طول الوقت ومستني الكاستمر بتاعك ياخد اكشن بشكل مختلف. تاني عنصر او تاني فلتر وهو الاكسبيرينس فلتر. الاكسبيرينس فلتر هنا بتبقى مختلفه شويه عشان هي مبنيه على الكاستمر اكسبيرينس. يعني كل شخص بيشوف المحتوى او اللي انت بتتكلم عنه بناء عن تجربته الشخصيه. يعني انت لو بتحكي عن قصه فشل مريت بيها والموضوع كان صعب جدا الشخص اللي لسه بادئ هيشوف ان اللي انت مريت بيه ده هو تحدي ضخم. الشخص اللي مر بتحدي زي قبل كده هيبدا يفكر اكتر، يعني هو انت عملت ايه الجديد. والشخص اللي بيمر بنفس الاكسبيرينس بتاعتك في نفس الوقت هيبدا يشوف قد ايه ان انت في معاناه بشكل معين. فالاكسبيرينس فلتر هنا بيأثر بشكل كبير جدا بناء على رؤيه الكاستمر بتاعك او بناء على رؤيه الجمهور اللي انت بتتعامل معاه، على هو شايفك ازاي، وفي نفس الوقت هل هو قادر يتلقى بشكل كامل المحتوى بتاعك ويحط نفسه مكانك ولا لا. وده بينطبق على الحالتين، سواء انت بتعمل براند او بتبني اي كوميرس او بتبني ستور، ايا كان بتبني ايه، او سواء انت كذلك بتطبقه على البيرسونال براندنج بتاعك. يعني في تطبيق لذيذ جدا من البراندز ان انت بتشوف ان في براندز كتير وبراند اونرز دلوقتي بيطلعوا يتكلموا كل شويه على الحاجات اللي هم بيعملوها جوه الشركه بتاعتهم، قد ايه في تحديات هم بيمروا بيها، البرودكت اللي هيوصل لك ده مر بمراحل قد ايه ومر بصعوبات قد ايه، والبيزنس اونر نفسه كان عنده مشاكل كتيره جدا عشان يقدر ان هو يوصل لك المنتج بتاعك في الاخر. فهو هنا بيشير معاك اكسبيرينس قويه جدا هو بيمر بيها والبراند بيمر بيها، عشان انت ساعه لما توصل لها، ساعه لما البرودكت يعني يوصل لك في الاخر، تكون عارف ان البرودكت اللي في ايدك ده مش مجرد منتج عادي. في الحين التاني ان انت ممكن تكون مريت بكل البروسيس دي وشفتها كتير جدا، فالموضوع هيبقى بالنسبه لك اللي هو ما فيهوش اي مشكله. ثالث عنصر واهم عنصر هو عنصر الوقت. هنا بكل بساطه لو قلت الحاجه قبل ميعادها بشكل كبير قوي مش هيكون ليها اي تاثير، ولو قلتها بعد ميعادها برضو مش هيكون ليها اي تاثير. فانت لازم وانت بتبني الكونتنت بتاع البراند بتاعك او بتعمل كونتنت للبراند انت بتشتغل معاه تكون فاهم كويس جدا الاودينس سايكولوجي بتاعت الكاستمر تحديدا. وهنا مش بتكلم على التايم اوف بابليشنج لانه شيء غير مؤثر اطلاقا، ولكن هنا انا بتكلم على
الروتين بتاع الناس دي ممكن تكون بتفكر ازاي اساسا وبنقدر نكلمها ازاي، بلس الكونتنت اللي احنا بنكون بنقدمه يكون مناسب للتوقيت بتاعها. طيب الثلاث فلاتر دول بكل بساطه احنا ازاي نتعامل كبراند اونرز او ماركتيرز او كونتنت كريتورز في العناصر الكتير اللي قدام عينينا دي، خصوصا لو احنا بنتكلم مع ماس اودينس او نيش اودينس. في بقى 3 عناصر مهمين جدا بنبدا نستخدمهم عشان نقلل اي قلق ممكن يحصل بسبب الفلاتر اللي موجوده فوق دي. اول حاجه وهي مهمه جدا انك بكل بساطه تعمل تنوع. لو بتشتغل على الكونتنت بوان لاير ما فيهوش اي تغيير، هنا الاودينس هيزهق، هنا الاودينس ده هيطير منك، هنا الاودينس ده مش في المود فمش هيشتري الى اخره. هنفضل نمر ببروسيس كتير جدا، البروسيس دي في الاخر هتلاقيها ان انت بتضيع كاستمرز كتير. فهنا بيدخل عامل التنوع. فهمنا من الاودينس بتوعنا هنا هنعمل بيلرز مختلفه بتريجرز مختلفه عشان نقدر طول الوقت نكون بنكلم الكاستمر من اكتر من زاويه، فلا يزهق ولا يشوف ان المحتوى ده مش شبهي. طيب تاني حاجه هي بكل بساطه خالص الوعي بتاع الجمهور. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه ما تتكلمش مع الاودينس على ان هم فاهمينك. انا عندي تحدي دايما ان انا عايز اشرح تكنيكال، ولو شرحت تكنيكال ممكن الحاجه ما توصلش بشكل سليم 100%. ليه؟ عشان الاودينس هم مش دورهم ان هم يكونوا مذاكرين ماركتنج. لو هتكلم ماركتنج تكنيكال فما ينفعش ان انت تتكلم مع الجمهور على انه فاهمك، عشان هو ممكن ما يكونش دارس اللي انت بتتكلم فيه. ممكن بكل بساطه البراند بتاعك بتتكلمي على انواع القماش المعينه اللي انت بتستخدميها في السوتس اللي انت بتعمليها، الناس ممكن ما تكونش فاهمه 100% اللي احنا بنتكلم عليه لو هم مش متخصصين في الصناعه بتاعتنا. فلازم هنا بشكل مهم جدا نتكلم بلغه العميل بلس البساطه. وانا عارف ان في ناس كتير وهي بتعمل براندنج بتاعها بتبقى متضايقه من فكره ان هي تلجا الى المحتوى البسيط، ولكن مش لازم هنا نعمل ان احنا محتوى بسيط خالص بشكل يضر بالبوزيشن بتاعنا، ولا نعمل محتوى سيلي للبراند بتاعنا فيبان ان احنا علم هلاسه شويه. لكن انت محتاج توازن بشكل كويس جدا امتى تتكلم تكنيكال بشكل قوي وامتى تتكلم بشكل بسيط ومريح عشان اللي قدامك يفهمك كويس، عشان لو اللي قدامك ما فهمكش انت ما بعتش اي حاجه وما عملناش اي حاجه. ثالث عنصر واهم عنصر بالنسبه لي برضو هو انك تفهم ان الجمهور مش لازم يفهمك طول الوقت وفي نفس الوقت. اوقات كتيره جدا واحنا بنعمل فايرال كونتنت في فيديوز ممكن اول ما بتنزل لمده يومين 3 الدنيا بتبقى بسيطه وبالراحه ومش عارف ايه، ثم بعد كده اول ما بتوصل للكاستمر اللي جاهز ان هو يشوفها في الوقت الحالي بتجو فايرال، فنقدر ان انت تعمل مليون و2 مليون و3 مليون في يوم واحد وده بكل سهوله. فانت لازم تقتنع ان مش لازم الجمهور كله يفهمك طول الوقت وفي نفس الوقت، عشان لو خدت الموضوع من الاتجاه ده هتلاقي في الاخر ان انت معتمد طول الوقت على المشاهدات قد ايه واللايكس قد ايه والشيرز قد ايه الى اخره، وده في الاخر بيأثر بشكل كامل على انك لو عندك براند هتوقف او هتقلل او هتشوف ان الماركتنج انفستمنت اللي بيتعمل هنا ملوش عائد بشكل كبير جدا. وهتشوف في نفس الوقت كمان لو انت بتعمل بيرسونال براندنج انك مش بتتطور فهتقول كفايه كده. فدي عناصر مهمه جدا في تعاملك مع المحتوى وتعاملك مع الجمهور بتاعك. اخر حاجه ممكن نبص عليها وهي انك لازم انك يكون في هنا انك لازم يكون عندك مفهوم فلسفي عن ان الجمهور دول بشر. ماشي، البشر اشخاص مزاجيه، اشخاص ممكن تكون عايزه تنجح النهارده وممكن ما تكونش عايزه تنجح، وان المحتوى مش مجرد صوت انت بتطلع تتكلم فيه، هو ممكن يكون رساله يوميه وممكن كذلك انه يكون ليه صدى، وده الاهم بالنسبه لك ان المحتوى يكون صداه اكبر من صوته في الوقت الحالي. فالمره الجايه وانت بتعمل انفستمنت في الكونتنت لازم تفكر في العناصر دي بشكل كويس جدا. ولما تعمل اي نوع كونتنت وما يجيبش ارقام في الوقت الحالي بطل تسال ليه الجمهور مش بيحب البراند بتاعي او ليه الجمهور مش بيحبني.
حاول على قد ما تقدر يكون في فلكسبيليتي بشكل ما مع الاودينس بتوعك. ده طبعا بناء على الاستراتيجي، وبرده بناء على ان انت فاهم الاودينس بتاعك بشكل سليم، ووقتها هتنبهر بالنتائج الخاصه بصناعه المحتوى. واخيرا لو انت مهتم بصناعه المحتوى وعايز تعرف تفاصيل اكتر عن الاندستري دي، ولو انت صاحب براند وعايز تعرف الامبلمنتيشن ده ازاي بيتم على البراند بتاعك، تقدر تبعت لي وهشرح لك كل حاجه. سلام.